حسن طبعا. فأنا بشكر المنصة الكريمة. جابر طبعا عشرة عمر يعني كبيرة، ربنا يديله الصحة والعافية. وأنا بحييه على الحراك اللي عامله في اسكندرية بصراحة. بصراحة يمكن الواحد غرقان في كتب ومراجع وبتاع، بس هو له دور لا يقل عن الواحد بيقدمه يعني. النقطة الثانية، بشكر لواء عبد الشفا، هذا الرجل العظيم. الصبح بكيت بسبب هذا الرجل، لقيته كاتب مقالة عني، أنا يعني فوجئت بفر عادي، لقيت حد عامل إشارة، دخلت إيه ده، لقيت الراجل كاتب كلام أنا مش هقدر أقوله عن نفسي. أنا بشكر هذا الرجل وبنحني ليه احتراما وبحطه فوق دماغي من فوق. لأن في ناس طبعا بتنجز حتى ما بيشاور، يعني بيغض الطرف كأنه ما شافش حاجة. فإحنا ما حدش ياخد رزق حد ولا حد. لا الله يخليك، بس بيبقى احيانا البني ادم محتاج الطبطبه، محتاج ان حد يقول له انا بقول لجابر اخويا اهوت، بقول له انت ليك دور وكذا. انا خسرت حاجه؟ ما خسرتش حاجه، ما خسرتش حاجه. الراجل محدش يقدر يخفي الدور ابدا. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. ال 11 مؤلف في علم العروض من الموسوعه العربيه ما حصلتش في تاريخ الشعب العربي. الله يخليك، الحمد لله يعني. كنت عاوز اقول ان كلامي في اخويا حسن الطواب، كلامي في حق حسن الطواب شهاده مجروحه يعني. لان الراجل ده انا من اجمل وانظف واحسن ما شفت في الوصف ده بصراحه يعني. بصراحه يعني الواحد جابر عارف تجاوزنا ال 50 سنه شعر يعني بقول تجاوزنا، انا قلت تجاوزنا يعني اعتبرها 57 لا يعني احنا جيل يعني اواخر السبعينات واول الثمانينات، عدوا بقى انتوا يعني زي الله يخليك. اخويا حسن من انظف وارقى الناس اللي انا قابلتها بصراحه في حياتي. حسن انا بصراحه خدت جنب جابر كده مده كبيره بتاع 20 سنه، بعدت عن الادب وبتاع واكتفيت بالمراجع وابحث واعمل. الله يخليك، الله يخليك يا جابر، الله يخليك. فحسن حتى بفضل نادي ادب الشاطبي انا ما كنتش عاوز بصراحه، اهو موجود. فهو الراجل راح عليه اللي كتاب عنده، راح قدمه وهو اللي جاب الموافقه وهو اللي عمل كل حاجه. ولقيت نفسي عضو، ولقيت نفسي كلهم بتوع روايه وقصه وانا لابس الشعر. فالراجل هذا الرجل له الفضل، انا ما كنتش عاوز، انا لقيت نفسي قدام الامر الواقع. فانا بشكر هذا الرجل جدا وبقدره وبحترمه. والراجل دوت يعني بقلبه الطيب ومشاعره الجميله وراجل جميل جميل بمعنى الكلمه. وانا هو عارف كنت دايما حسن بشبهه بعم السيد عقل. عم السيد عقل يقول قالوا لي تعمل عمليه، انا كنت والله مش ناوي، دخلت اسم السيد عقل طلعت سيد بكاوي. ده المستشفيات عايزه فيها ضد ولا مداوي. طلعت سيد مكاوي. يعني الراجل شوف ظروف عم السيد كان تسمع. هو الراجل ده مدرسه زجل يا جابر لوحده، له متفرد كده لوحده عم السيد علي الله يرحمه. عشان كده انا ناديت من فتره ان حد يجمع اعمال هذا الرجل، وانا ما عنديش مشكله اطبعها على حسابي، بس تجمع الاعمال. هذا الرجل العظيم. وبشكركم جزيل الشكر، ودعونا اترك نجلاء معاكم بقى ايه تسمعوها يعني.